دمبل انكلاين كيرل مقارنة بدمبل بريتشر كيرل، يعني هي افضل لما يتعلق الامر ببناء وضخامة عضلات البايسبس. انا واحد من الناس كنت معتقد ان تمرين الانكلاين بايسبس كيرل هو الافضل، لان البايسبس هنا بيحصل لها كروس ذا شولدر جوينت، ونتيجة ان البايسبس بيحصل لها ستريتش اكتر ده بيخلي الزيادة العضلية اكبر، لان دراعك ده بيكون ورا جسمك فبيحصل هنا ستريتش اكبر للبايسبس. ولكن الكلام ده مش مظبوط 100%. في دراسة سنة 2023 عملت مقارنة الدراسة بين مجموعتين اتنين، مجموعة بتتمرن انكلاين بريتشر كيرل ومجموعة بتتمرن انكلاين بايسبس كيرل. وكانت نتائج الدراسه ان المجموعه اللي كانت بتتمرن انكلاين بريتشر كيرل كان عندها زياده عضليه اكبر في البايسبس، خصوصا في منطقه الديستال ريجن، مع ان تمرين البريتشر كيرل بيستهدف عضلات البايسبس في وضعيه الشورت. لكن بيحصل لنا حاجه اسمها موست تشالنج ان ذا بوتوم، وده اللي بيخلينا نحط في الاعتبار ان مش شرط البايسبس يحصل لها اوفر ستريتش علشان يحصل لها زياده عضليه اكبر. فتمرين البريتشر كيرل بيعتبر تمرين حلو جدا للبايسبس، ولكن من وجهه نظري انك تقدر تدخل الاثنين مع بعض، الاثنين دول هيكونوا كفايه قوي انك تتمرن بيهم البايسبس ويغنوك عن اي تمرين تاني.